يا جماعة، النهاردة هتكلم عن فيلم غريب جدا اسمه الفتى العجوز. الفيلم ده أنا رشحه لي واحد صاحبي وحسبنت فيه بعد ما سمعته عامة. الفيلم ده مش رومانسي ولا أكشن، ده مزيج بين الغموض والتشويق بس بطريقة مختلفة. قصة الفيلم باختصار: شخص بيتخطف ويتسجن لمدة 15 سنة، محدش يعرف السبب. وبعدها بيطلع بعد ما يتحبس 15 سنة، بيطلع وهو مش فاهم أي حاجة، مش عارف الناس أصلا اللي كانت حبساه دي حبساه ليه أصلا. وهنا بتبدأ القصة اللي أنا بسببها أصلا، واللي بسببها أنتوا هتتشدوا أو هتسمعوا الفيلم ده. بتحس إنك داخل في لغز كبير، وكل مشهد يخليك تفكر هو إيه اللي حصل. الفيلم مظبوط في التشويق والجو النفسي، التمثيل قوي والإخراج بيخليك متزاول كده، فاهم يعني الأحداث من غير ما تعرف هتوصل ليه. وكل ما تكمل بتحس إنك واقف قدام ألغاز متصل ببعضها. واللي جميل فيه أصلا مش بس الأحداث الغريبة، أكتر حاجة تشدك هي الشخصية نفسها، البطل نفسه، التصرفات بتاعته والقرارات حرفيا الفيلم ده بيحاول يخليك تدخل جوه عقلك الباطن وتفهمه، مش بس تشوفه. لو بتحب الأفلام اللي بتخليك تفكر بعد ما تخلصها، واللي فيها لخبطة في الأحداث، واللي مش بتمشي بالسرد التقليدي، فيلم الفتى العجوز يستاهل جدا التجربة. وتحذير: ممنوع تسمعهم مع العيلة، الفيلم للكبار فقط. مستني رأيك في التعليقات بعد ما تسمعه.